السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. العيد داخل علينا واكيد مش كل يوم هناكل لحمه. هنعمل شويه فراخ مشويه، انما ايه؟ بطريقه سهله، مكونات بسيطه، وكل البهارات بتاعتنا موجوده في البيت. يلا بينا. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه. اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه نعيم، عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا نشوف العظمه دي بتقول ايه. معايا مكونات هنا بسيطة، والبهارات كلها من المطبخ، مش هنجيب أي حاجة من بره. تمام. البهارات والكمية دي هتكفي لفرخة مشوية من 2 كيلو أو 2 كيلو ونص. بس أنا هنا هعمل 4 وراك، ما يعادل فرخة يعني. عندي هنا بصلتين وسط، وعندي طماطماية كبيرة، وعندي 4 فصوص توم صحيح، بلاش المفروم المتخزن، عشان كل ما بيبقى فريش بيدي طعم أحلى. عندي بقى البهارات بتاعتنا هنا، ونسمي الله ونشوف بهاراتنا ايه. عندي هنا ملح، عندي فلفل اسمر، عندي كمون، عندي كزبرة، 7 بهارات، وقرفة، وجنزبيل، وثلاث فصوص من الحبهان، وجوزة الطيب كنت بشراه وحطها على ال7 بهارات هنا، فهو كده مش باين، فانا بقول لكم كده البهارات: ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، 7 بهارات، جوزة الطيب، قرفة، جنزبيل، وثلاث فصوص من الحبهان. وعندي ربع كوباية خل وربع كوباية زيت، بس كده. شوية حاجات من البيت بس بيطلعوا فراخ عظمة. كل المكونات دي هبتدي ان انا احطها في الخلاط واضربها. لو حابة تضربها في الكبة تمام، مفيش اي مشكلة. حابة تضربيها في الخلاط تمام، بس انا عايزاها تكون ناعمة جدا معايا، عشان اقدر اوصل التتبيلة لكل حتة في الفراخ معايا. تمام. هقطع البصل قطع صغيرة طبعا عشان يمشي معايا في الخلاط، وهقطع الطماطم. جربي طريقة التتبيلة بتاعة الفراخ دي هتعجبك جدا. وان شاء الله الفيديو جاي اعمل لكم التتبيل طريقتي في تتبيلة اللحمة المشوية، بس ايه عظمة. وهحط الخل، ربع كوباية خل وربع كوباية الزيت، بس كده. وطبعا يفضل ان احنا نتبل الفراخ من قبلها بيوم. كل ما نتبلها مدة اطول كل ما تدي معايا طراوة للفراخ وخليها تستوي اسرع. وطبعا ان اللحمة بتبقى واخدة من التتبيلة كلها ومديها طعم جميل. انا كنت عاملاها هنا قبلها بيوم. لو انت مش حابة تعمليها قبلها بيوم، تبليها حوالي 3 4 ساعات. انا هنا كنت ناقعه الفراخ زي ما انا طبعا معوداكم، وانتوا عارفين ان انا بعملها بملح وليمون وطماطم مبشوره. ونقعتها حوالي 3 4 ساعات، وبعد كده شطفتها كويس. وهبتدي بقى ان انا اتبلها. هبتدي كده اجيب تحت الجلد، ادخل التتبيله كويس جدا تحت الجلد. وطبعا نسيبنا من المعلقه، ونشتغل بايدينا، ونسمي الله ونعمل مساج للفراخ بتاعتنا. ونبتدي ان احنا ندخل التتبيله في كل حته من الفراخ، ما نسيبش فيها فتفوته من غير تتبيله. تمام. اعملي لها مساج كده، ريحيها على الاخر قبل ما تتشوي. لغوصي 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 لغوصي، ما يهمكيش. تيجي بقى دخلي كده التتبيله في كل حته. تمام. اهم حاجه تحت الجلد كده، تحت الجلد دخلي التتبيله في كل حته. هنتبل بقى معانا الكميه كلها مع بعض. وزي ما قلت لكم انا هنا كنت حبايتها عاملاها من قبلها بيوم. بسيبها على الشبكه وبغطيها كويس، واسيبها على الشبكه لحد تاني يوم، شبكه التلاجة. تمام. انا هنا سرعت لكم الجزء ده عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. هنا طبعا تاني يوم هبتدي بقى ان انا اجيب معايا الشوايه دي عندي، وعندي الشبكه بتاعتها بحطها بالعكس، وهرص الفراخ كلها عندي. وطبعا في المرحله دي الفرن عندي شغال على درجه حراره 180. وهبتدي ان انا ارص الفراخ واحط التتبيله بقى عليها اللي اتبقت في العلبه ديت على الفراخ من فوق. وعندي ميه بتتسخن. طبعا في المرحله دي لو ما عندكيش انت الشوايه دي، حطي صينيه وعليها اي شبكه عندك من فوق، شبكه ميكروويف، شبكه الفرن، مفيش اي مشكله. وفي صينيه وحطي فيها الميه واقفلي عليها كده بورق الفويل. وهحطها عندي في الرف اوسط من الفرن، والفرن شغال عندي مسبقا. هشغل الفرن تحت بس لمده نص ساعه. وبعد كده هشيل الورق الفويل ده، وهسيبها نص ساعه كمان تبتدي تاخد سوا تاني. اول ما تسيب كده من عند الرجل تبقى خلاص استوت معايا، من عند الدبوسه كده تبقى استوت معايا. ابتدي بقى ان انا اديها لون. بس انا في المرحله دي مش هديها لون، عشان انا هحطها في شوايه بتاعه الفحم، هوريكم دلوقتي. عندي بقى ديت التتبيله اللي بيعملها بتاع الفراخ المشويه، بيحطها على الفراخ من فوق. دي بقى حاجه كده احلى من الفراخ المشويه نفسها.
هبتدي ان انا اقطع عندي بصل وطماطم وفلفل رومي، وعندي التوابل بتاعتي ملح فلفل اسمر توم بودر بصل بودر وكركم وزعتر. ملح فلفل اسمر كمون توم بودر، لا عفوا، ملح وكمون وتوم بودر وبصل بودر وزعتر وكركم، مفيش فلفل اسمر. وهقلبها كده كويس، بس طبعا نحط البهارات دي قبل ما نعملها على طول عشان ما تتبلش معايا وتنزل ميه. انا في العادي بحطها في البوتاجاز، انما المره دي انا هعملها على الشوايه. حبيت ان انا اعمل تغيير على الشوايه والفحم، وحطيت معاها الحاجات ديت بالبهارات طبعا، وقرنين فلفل كده وايه وحاجه كده من الاخر. تمام. انا هسويها كده وهديها لون وهتاخد معايا شكل. وده طلع معايا طبعا، هتلاقوا حتت كده سايبه من الجلد شويه بسبب الشوايه مسكت فيها. بس لما بتبقى في البوتاجاز ونولع عليها الشوايه طبعا لونها بيبقى احسن من كده بكتير، بس عشان دي الجلد مسك في الشوايه. بس الطعم من الاخر. وشويه سلطه الطحينه بقى جبتهم معاكم في فيديو قبل كده، وسلطه خضراء. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وبألف هنا.